قبل ما أبدأ الملخص حابب أقولك وحشتني يا صديقي، وعاوزك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، لأن الفضل بعد ربنا انتوا. ويلا بينا نبدأ. بص يا صاحبي، فيلمنا النهاردة بيبدأ في جزيرة كده بعيدة اسمها بيرك. الجزيرة دي بقى معلم حياتها كلها مشاكل في مشاكل. مع مين؟ مع التنانين. أنواع كتير قوي منها بتطلع عليهم كده فجأة، تهجم على الناس، تسرق منهم الأكل. ونشوف بقى بطل حكايتنا الواد هيكب. ده يبقى ولد صغير كده وضعيف، يجري وسط أهالي الجزيرة اللي بنعرف إن اسمهم الفايكنج. الواد هيكب وهو بيجري يقابل مين؟ ستوك. ستوك ده بقى معلم هو أقوى واحد في الفايكنج كلها، وأكتر واحد قتل تنانين، وكمان هو زعيم الجزيرة دي. نرجع لهيكب، يروح يساعد جوبير في صنع السيوف اللي بيستخدموها عشان يقتلوا التنانين. وهيكب ده كان نفسه قوي كده يشارك في المعركة مع باقي زمايله، اللي منهم بقى البنت الحلوة قوي بتاعت الجزيرة اللي اسمها أستريد، واللي كان هيكب معجب بيها. ولما هيكب يحاول يشارك في المعركة، جوبير يمنعه ويقول له: يا ابني انت ضعيف قوي ومش هتقدر حتى تشيل شاكوش، هتبقى فريسة سهلة للتنانين. وفجأة بقى الجزيرة تتهاجم من تنين أسطوري اسمه النايت فيوريوس. نعرف إن التنين ده أخطر أنواع التنانين، ده سريع قوي وقوي وعمره ما حد شافه، ودايما بيصيب هدفه. نرجع تاني لهيكب اللي يبقى نفسه يصطاد التنين النايت فيوريوس ده عشان يثبت لأهل الجزيرة إنه قوي زيهم ومش ضعيف زي ما بيقولوا عليه. وبمجرد ما جوبير يسيب هيكب ويروح يحارب التنانين، هيكب ياخد جهاز من اللي صنعوه عشان يقتل بيه التنانين، ويروح لمكان هادي في الجزيرة ويشغل الجهاز بتاعه ويستنى لما التنين يسيب هدفه. وبمجرد ما التنين يظهر، هيكب يضرب عليه شبكة تكتفه وتوقعه على الجزيرة. بس يا معلم، يجي تنين تاني يهاجم هيكب، اللي يجري بسرعة ويحاول إنه يهرب منه، لكن التنين يحاصره، وقبل ما يقتله يتدخل ستوك وينقذه، ويهاجم التنين وبكل سهولة يقدر يهزمه. ولما كل التنانين تمشي من الجزيرة، هيكب يعتذر لأبوه ستوك اللي بنعرف إنه والده أصلا. ولما هيكب يقول لوالده إنه قدر يصطاد تنين، أبوه ما يصدقوش ويلومه لأنه عرض حياته للخطر. بعد كده ستوك يجمع كل أهل الجزيرة ويقول لهم إنهم لازم يدوروا على عش التنانين ويدمروه عشان ما ترجعش تهاجمهم تاني. يرفضوا في الأول، لكن لما يقول لهم إن اللي هيفضل في الجزيرة هيهتم بهيكب يوافقوا. وبعدها يروح ستوك لصديقه ويقول له إنه كان يتمنى إن ابنه يبقى قوي وشجاع وعنده عضلات، مش ظريف زي هيكب. يرد عليه صاحبه يقول له إنه هيستنى في الجزيرة وهيضربه على محاربة التنانين مع باقي زمايله. في الوقت ده يبقى هيكب بيدور على التنين اللي اصطاده في الغابة، وفعلا بيقدر يوصل لمكانه، وبيفرح جدا لما يشوف التنين، لأنه أخيرا هيثبت لأهل الجزيرة إنه مش ضعيف وجبان زي ما بيقولوا عليه. وقبل ما هيكب يقتله بالسكينة اللي معاه، يبص في عين التنين، وساعتها يقرر إنه ما يقتلوش، وكمان يقطع الحبل اللي هو مربوط بيه. وبمجرد ما التنين يحس إنه اتحرر، يهاجم هيكب ويوقعه على الأرض، لكنه ما يأذيهوش ويسيبه ويمشي، بس ما بيبقاش قادر يطير. ولما هيكب يرجع البيت، والده يودعه لأنه هيروح يدور على عش التنانين. تاني يوم يروح هيكب لحلبة التنانين عشان يتدرب مع جوبير وباقي زمايله، وعشان هيكب ضعيف فيفشل في التدريب، وكمان في تنين هيقتله، لكن جوبير يتدخل وينقذه ويقول له إنه ما يثقش في التنانين لأنها دايما بتاكل فريستها. وبعدها يروح هيكب للغابة ويتفاجئ إن التنين لسه موجود هناك، وكمان مش قادر يخرج من الوادي اللي محبوس فيه. ولما هيكب يبص عليه، يعرف إنه مش قادر يطير بسبب إن في جزء من ديله مقطوع. وبالليل يروح هيكب يدور في كتاب التنانين عن أي معلومة عن التنين ده، لكنه يلاقيه إن كل المعلومات مجهولة، ويتفاجئ لما يعرف إن كل اللي قابله التنين ده ما رجعوش. ونروح لستوك وأهل الجزيرة اللي مدوروا على عش التنانين، وبمجرد ما يخشوا منطقة فيها ضباب كتير يتهاجموا. أما هيكب يبقى في حلبة القتال، وطبعا يفشل في التدريب، على عكس أستريد اللي تبقى قوية جدا وتهاجم التنانين بشجاعة. ولما التدريب يخلص، يروح هيكب لتنين النايت فيوريوس ويديله سمكة عشان ياكلها، وفعلا التنين يقرب منه وياكل نص السمكة، ويدي النص التاني لهيكب عشان ياكله. ولما هيكب يبقى قاعد لوحده، يجيب التنين جذع شجرة ويبدأ يرسم خطوط على الأرض. ولما هيكب يعدي على كل الخطوط دي، يلاقي نفسه قريب جدا من التنين، وساعتها يغمض عينه بكل ثقة، وفعلا التنين يقرب منه ويلمس إيده. وبالليل يبدأ هيكاب يصنع شراع عشان يساعد التنين على الطيران، والصبح يروح للتنين اللي بيبقى سماه توثلس ويديله سمك كتير قوي عشان ياكله.
ويتفاجئ هيكاب لما يلاقي إن توسلس التنين خايف من التعبان السمكي وعشان كده يرميه بعيد. يستغل هيكاب إن توسلس بياكل ويروح عشان يركب الشراع في دينه، وبمجرد ما يخلص توسلس يحس إنه هيقدر يطير ويفرد جناحاته ويحاول يطير لكنه يفشل، وقبل ما يقع يفرد هيكاب الشراع، وساعتها توسلس ينجح إنه يطير تاني، لكنه لما هيكاب يقع من عليه ما يقدرش يطير ويقع هو كمان. ولما هيكاب يبقى بيتدرب مع أسترد والباقي على تدريب التنين الليبلاسين يفشل إنه يغرقه بالمية، وفجأة يخاف التنين من هيكاب ويبدأ يرجع لورا، والأول مرة ينجح هيكاب إنه يرجع تنين للقفص بتاعه، وده بسبب إن التنين خايف من التعبان السمكي اللي كان مع هيكاب. يتصدم جوبير وأسترد وكل اللي في الحلبة لما يشوفوا اللي حصل، ويروح هيكاب يصنع اللجام ويركب على ظهر توسلس، وينجحوا فعلا إنهم يطيروا مع بعض. ولما يقع على الأرض يلاحظ هيكاب إن العشب بيخلي توسلس هادي، وساعتها يستخدمه في الحلبة ويقدر إنه يهزم تنين تاني. ولما يبقى بيلعب مع توسلس يكتشف حاجات أكتر عن التنانين ويستخدمها في الحلبة ويهزم بيها تنانين كتير، وده يخلي كل أهل الجزيرة يحبوه ويقربوا منه ما عدا أسترد اللي تبقى غيرانة منه وتبدأ تراقبه. رجع ستوك واللي معاه الجزيرة تاني بعد ما التنانين هجمتهم، ويعرف جوبير إنهم ما قدروش يوصلوا للعش، ويتفاجئ ستوك لما يلاقي إن كل أهل الجزيرة بيهنوا هيكاب، ولما يسأل جوبير يقول له ده أكتر شخص بيأذي التنانين في الوقت ده. وبيركب هيكاب على ظهر توسلس ويبدأوا إنهم يتدربوا على الطيران، ولما توسلس يطير عالي في السماء يقع هيكاب من على ظهره، وقبل ما يقعوا هما الاتنين على الأرض هيكاب يوصل لتوسلس ويقدروا إنهم يطيروا مرة تانية، وكمان ينجحوا إنهم يطيروا بسرعة كبيرة جدا ما بين الصخور. ولما هيكاب يبقى في البيت يجي والده ويقول له إنه فخور جدا باللي هو عمله، ويديله الخوذة بتاعت والدته عشان تحميه وهو في الحلبة. تاني يوم يحارب هيكاب وأسترد التنين تاني، وطبعا ينجح هيكاب إنه يهزم التنين بكل سهولة. وتتضايق أسترد جدا لما حكيمة الجزيرة تختار هيكاب عشان يقتل أول تنين له بكرة، وطبعا هيكاب يبقى متضايق ويروح لتوسلس عشان ياخده ويمشي من الجزيرة، لكن يتفاجئ لما يلاقي أسترد، ولما تشوف توسلس تحاول تهاجمه لكن هيكاب يمنعها ويقول لها إن ده صديقه توسلس، لكن أسترد تبقى مصدومة فتسيبهم وتجري، وقبل ما توصل لأهل الجزيرة ياخدها توسلس ويطير ويحطها على جذع لاجرة، ويطلب هيكاب منها إنها تركب معاه وهو هيفهمها كل حاجة. وفعلا تركب أسترد مع هيكاب على ظهر توسلس اللي يطير بيهم في السماء، وتنبهر أسترد بإحساس الطيران وبشكل الجزيرة بالليل. وهم طايرين يخش بيهم توسلس لمنطقة الضباب، ويتفاجئ هيكاب وأسترد لما يلاقوا نفسهم في مستعمرة كبيرة جدا من التنانين اللي بتسرق أكلهم، ولما يمشوا ورا التنانين دي توصلهم لجزيرة. بعدها يخشوا جوه جبل، في الجبل ده يتصدموا لما يشوفوا كل التنانين وهي بترمي كل الأكل اللي بتسرقه في حفرة عميقة، ويجي التنين ويرمي سمكة صغيرة في الحفرة لكن الأكل ما يبقاش كفاية، فيخرج تنين ضخم جدا من الحفرة وياكله. يترعب هيكاب وأسترد من شكل التنين، وقبل ما يخرجوا التنين يشوفهم ويهاجمهم لكنهم يهربوا على آخر لحظة ويرجعوا للجزيرة بتاعتهم تاني. ولما أسترد تقول له إنهم لازم يعرفوا ستوك مكان العش يرفض هيكاب ويقول لها إن ستوك لو عرف هيقتل توسلس، ويعرفها إنه أكيد هيلاقي حل، وبعدها تشكره وتعرفه إنها معجبة بيه وتسيبه وتمشي. تاني يوم يتجمع أهل الجزيرة علشان يتفرجوا على هيكاب وهو بيقتل أول تنين له، وستوك يقول لهم إنه فخور جدا بابنه لأنه النهاردة هيبقى واحد من محاربين الفايكنج. وبمجرد ما هيكاب يخش الحلبة يخرج تنين مشتعل من القفص بتاعه، والتنين ده يبدأ يقرب من هيكاب اللي يرمي الدرع والسكينة بتاعته ويحاول إنه يهدي التنين، وكمان يرمي الخوذة ويقول لأهل الجزيرة إنه مش عايز يكون زيهم. يتضايق ستوك وكل اللي موجودين، ولما ستوك يضرب بالمطرقة بتاعته على الحديد يخرج التنين عن السيطرة ويبدأ يهاجم هيكاب اللي بيحاول يهرب منه، وتروح له أسترد عشان تساعده، وساعتها هيكاب يصرخ فيسمع صوته توفلس وهو في الغابة، فيخرج من الوادي ويجري بسرعة عشان ينقذه. في الوقت ده يبقى التنين حاصر هيكاب، وقبل ما يقتله يوصل توفلس ويدمر الحلبة بالكامل ويهاجم التنين ويهزمه وينقذ هيكاب. يتصدم كل أهل الجزيرة من اللي شافوه لكنهم يبدأوا يهاجموا توفلس، وستوك يهاجم توفلس ويوقعه على الأرض، وقبل ما يقتله هيكاب يصرخ ويمنعه، وده يخلي أهل الجزيرة يمسكوا هيكاب. وبعد كده ستوك يلوم هيكاب على اللي هو عمله ويقول له إن التنانين دي قتلت المئات منهم. هيكاب يرد عليه ويقول له إحنا كمان قتلنا الآلاف منهم.
ويحاول يشرح له إن التنانين دي مش خطيرة وإنها بتسرق الأكل عشان في تنين كبير جدا في جزيرتهم بياكلهم. ولما ستوكي يسأله عن العش يقول له إنه ما يعرفش مكانه، لكن توثلس هو اللي وداه هناك، ويترجاه إنه ما يروحش للمكان ده لأنه خطير جدا وممكن يموتوا. لكن ستوك ما يهتمش بكلامه ويزقه ويوقعه على الأرض ويقول له إنه مش ابنه ويسيبه ويمشي. بعدها ياخدوا توثلس ويحطوه على السفينة ويمشوا من الجزيرة. وتروح أستريد تتكلم مع هيكاب وتسأله عن أول مرة شافه، فيرد عليها ويقول لها إنه لما بص في عينه حس إنهم شبه بعض جدا وعشان كده ما قتلوش. وساعتها أستريد تشجعه عشان يروح ينقذ توثلس وأهل الجزيرة، فياخدها ويروح هو وأصدقائه لحلبة القتال وياخد كل التنانين اللي هناك. ونروح لستوك اللي يعرف مكان الجزيرة عن طريق الاتجاهات اللي توثلس بيبص عليها، وفعلا يقدروا يوصلوا للجزيرة اللي التنانين عايشة فيها، وهناك يضربوها ويعملوا فتحة في الجبل اللي التنانين عايشة فيه. وبمجرد ما يضربوا قذيفة مشتعلة تخرج كل التنانين وتهرب من المكان. وفي البداية يبقوا فاكرين إنهم كسبوا الحرب، لكن يترعبوا يهربوا لما تتدمر الجزيرة ويخرج منها التنين العملاق اللي يحرق كل السفن عشان محدش يهرب من الجزيرة. وقبل ما يقتلهم يوصل هيكاب وأصدقائه وهم على ظهر التنانين ويهاجموا التنين العملاق، وينبهر ستوك وكل اللي في المكان لما يشوفوهم. ويروح هيكاب لتوثلس ويحاول إنه يحرره لكنه ما يقدرش. في الوقت ده يبقى أصدقائه بيحاربوا التنين العملاق، لكنه بيبقى قوي جدا يقدر إنه يهزمهم كلهم. ويزيد الوضع سوء لما السفينة اللي فيها ستوك تغرق، فيقوم هيكاب وراه ويحاول إنه ينقذه لكنه يفقد الوعي. وقبل ما يموت يجي والده ينقذه وينزل المية تاني، ويروح يحرر توثلس اللي يخرجه من المية. ويركب هيكاب على ظهر توثلس، وقبل ما يروح يحارب التنين والده اعتذر له على كل اللي عمله ويقول له إنه فخور بإنه هو ابنه. وبعد كده توثلس يطير بيه في السماء وينزل بسرعة كبيرة جدا ويضرب التنين العملاق ضربة قوية جدا توقعه على الأرض. فالتنين يتضايق ويطير وراهم ويبدأ يطاردهم، فيحاولوا يهربوا منه ما بين الصخور لكنه دمرها، فيطيروا المكان أعلى عشان يهربوا منه ما بين السحب. وفعلا يقدروا يعملوا كده، ويبدأوا يهاجموا التنين من كل الاتجاهات بضربات كتير جدا وبسرعة عالية من غير ما هو يشوفهم. وده يخلي التنين أعصب أكتر ويخليه يخرج نار كتير جدا، والنار دي تحرق المكان بالكامل وتحرق الشراع اللي متركب في ديل توثلس. لكن هيكاب تجيله فكرة ويستفز التنين ويخليه يطرده وينزل وراه، وقبل ما التنين يخرج نار هيكاب يلف توثلس ويصيبه ويولع في الغاز اللي في بقه، وساعتها تتحرق جناحاته، وبمجرد ما التنين يقع على الأرض ينفجر. ويحاول هيكاب وتوثلس إنهم يهربوا من النار، لكن الشراع بيبقى اتحرق ويخبطوا في ضلع التنين ويفقد هيكاب الوعي ويقع في النار، لكنه توثلس ينزل وراهم. ولما ستوك يدور على ابنه ما يلاقيش غير توثلس، فيحزن جدا ويعيط هو وباقي أهل الجزيرة على اللي حصل لهيكاب، لكنه توثلس يفاجئهم بعد ما قدر إنه ينقذ هيكاب. وده يخلي ستوك يشكر توثلس لأنه أنقذ حياة ابنهم. ولما يفوق هيكاب يحزن لما يعرف إنه رجله اتأذت وإنهم ركبوا له رجل حديد، لكنه توثلس يسنده ويخرجه من البيت. وساعتها يتفاجئ لما يلاقي إن التنانين بقت عايشة معاهم في الجزيرة، ويجي والده وأهل الجزيرة يشكروه لأنه أنقذ حياتهم. وبس كده يا صاحبي، دي كانت حكاية فيلمنا. وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، واكتب لي في الكومنتات لو وصلت لآخر الفيديو. سلام.